فرصة لصالح فريق الوداد. البحث عن البحري، البحث عن المراوغة، فرصة للوداد، البحث عن العرضية، تمريرة البحري، ركلة جزاء لفريق الوداد. ركلة جزاء لفريق الوداد يشير الحكم في حدود دقيقة 30. إذا الحكم لم يتردد في إشهار خطأ لصالح فريق الوداد لصالح اللاعب البحري. طبعا يعلن عنها الحكم. نتابعون الإعادة واش كان هناك إعاقة. طبعا هنا الصورة أكيد توضح الإعاقة اللي كانت ضد لاعب فريق الوداد الرياضي. إذا البحري، إبراهيم البحري يتحصل على ركلة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي. هو محمد الناجم احد انتدابات فريق الوداد في هذا الموسم، لاعب السابق لفريق الشباب الطاس خنيفره. في فرصه للتسجيل الهدف، فرصه جول للوداد. اذا البدايه وداديه على مستوى هذا المقابله. اكيد فريق نهضة بركان الان سيكون مطالب بالبحث عن هدف التعادل، وهدف اكيد سيحرك مجريات المقابله اللي كانت متوسطه. كره لفريق نهضة بركان لعبت بالشكل هذه خطيره. فرصه هدف التعادل من فريق نهضة بركان. اذا يستغل الفرصه على النحو الجيد على مستوى الجهه اليسرى ويسكن اكيد الكره في الشباك من خلال عمليه كانت عمليه جيده وهفوه على مستوى دفاع فريق الوداد الرياضي. اكيد غنتابعوا الاعاده. هدف التعادل اللي جاء في حدود دقيقه 35. تابعوا الاعاده. بالفعل ما كانش هناك تسلل، واضحه العمليه. جوج ديال اللاعبين من فريق نهضة بركان اكيد كان يعني تدخل والتعامل مع هذه الكره بالشكل اللي كيتابعوا، يعني تمرير الكره بالشكل الجيد. وعبد الهادي حلحول، عبد المولى بالرابح يمنح كره على طبق من ذهب. لعب عبد الهادي حلحول الذي يسكنها في الشباك. اذا هدف مقابل هدف. مباراة اكيد وان كانت خلف الجولة الثانية كيتمكن من استغلال الفرصة. وقبل ذلك كان صاحب الرأسية اللي ما تمش استغلالها هنا ايوب الشرطي، والتمريرة ايوب الشرطي هو اللي عطى الكرة اللي عطات الهدف. اذا كنظن امين الكاس هو اللي كان صاحب. نشوفوا الى امكن اكيد الاعادة. الفرحة الكبيرة لعب فريق نهضة بركان. إذا محمد عزيز المترجي في الجهة اليمنى. فرصة لصالح فريق الوداد. البحث عن البحري، البحث عن المراوغة، فرصة للوداد، البحث عن العرضية، تمريرة البحري، ركلة جزاء لفريق الوداد. ركلة جزاء لفريق الوداد يشير الحكم في حدود دقيقة 30. إذا الحكم لم يتردد في إشهار خطأ لصالح فريق الوداد لصالح اللاعب البحري، وبذلك ستكون فرصة مواتية لفريق الوداد الرياضي لتسجيل الهدف الأول في حدود دقيقة 30 من خلال ركلة جزاء. طبعا يعلن عنها الحكم. نتابعون الإعادة واش كان هناك إعاقة. طبعا هنا الصورة أكيد توضح الإعاقة اللي كانت ضد لاعب فريق الوداد الرياضي. إذا البحري، إبراهيم البحري يتحصل على ركلة جزاء لصالح فريق الوداد الرياضي. هو محمد الناجم احد انتدابات فريق الوداد في هذا الموسم، لاعب السابق لفريق الشباب الطاس خنيفره. في فرصه للتسجيل الهدف، فرصه جول للوداد. اذا البدايه وداديه على مستوى هذا المقابله. اكيد فريق نهضة بركان الان سيكون مطالب بالبحث عن هدف التعادل، وهدف اكيد سيحرك مجريات المقابله اللي كانت متوسطه على مستوى الاداء من الطرفين معا، وان كانت افضليه نسبيه لصالح فريق نهضة بركان الذي نور. تابعوا الاعاده. بالفعل ما كانش هناك تسلل، واضحه العمليه. جوج ديال اللاعبين من فريق نهضة بركان اكيد كان يعني تدخل
التعامل مع هذه الكره بالشكل كيتابعوا، يعني تمرير الكره بالشكل الجيد. وعبد الهادي حلحول عبد المولى بالرابح يمنع